بسم الله. كويس انك جيت. اخوك كلمك في التليفون؟ لا تليفوني فصل شحن. خير في ايه؟ هقول لك في ايه، انا عرفت ان امك تعبانه دلوقتي. هتلاقي اخوك بيرن عليك يا اما نازل يطلب منك فلوس. احنا ما معناش فلوس، احنا مش فاتحينها سبيل نصرف على امك قاعده معاه، هو اولى بيها يصرف عليها. طب وايه يعني يا بنتي، ما كنت شايف معاكي فلوس لو نساعدهم في اي حاجه، يعني ما فيهاش حاجه. الفلوس اللي معايا دي انا مدبجاها من مصروف البيت، يعني بتاعتي انا، مش هديها لحد. ويمين بالله ان اديت اخوك قرش عشان يصرف على امك والله ما انا قاعده لك في البيت. خليها على الله، بس نجيه ولا حاجه هحاول اتصرف له. بس مين دوت؟ استنى قبل ما تفتح. إيه؟ ده اكيد اخوك نازل يطلب منك فلوس. يمين بالله ان اديته ولا شيلن ما انا قاعده لك في البيت. اللهم بلغت اللهم فاشهد. خليها على الله بس. تعالى كمان. يا اخويا عامل ايه؟ الحمد لله. اخويا اخبارك ايه؟ الحمد لله. عمال ارن عليك من بدري يا علي، كنت جايب لك مقفول. معلش تليفوني فصل شحن وانا في الشغل ولسه جاي. طب بص، امك تعبانه ومعاد كشف بتاعها النهارده وانا مش معايا فلوس، وفلوس العلاج بتاعت الصيدليه كترت ومش عارف اعمل ايه. انا عايز بس 500 جنيه سلف اكشف عليها النهارده عشان امشي الامور، وبتاع الصيدليه مش راضيين علاج اصلا. 500 جنيه؟ اه. انت عارف يا كمال انا لو معايا مش هعز عنك يا كمال، بس انت عارف الظروف والدنيا والحياه والمعيشه صعبه. ان كان كده بص، يعني حاول تتصرف فيهم من اي حد، وان شاء الله يا عم انا هتصرف لك فيهم ونسيدهم ان شاء الله وادهم لك ان شاء الله. ماشي يا اخويا. بس ماشي. ها. سلمنا على الحاجه كده. الله يسلمك. ماشي، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. جدع عليك نور، يروح يجيب من اي داهيه. لا وانا اقدر ازعلك يابا. ماشي. يلا. الله. كمان يا حماد. انت قاعد ليه كده يا ابني؟ اخوك جوه؟ اه يا حماد، اخويا جوه واختك جوه. طب امال قاعد على السلم ليه كده؟ مالك حاطط ايدك على وشك ليه كده؟ امي تعبانه يا حماد اهو، عايزه تكشف ومقعدها النهارده عند الدكتور، ومش عارف اعمل ايه، ولا اجيب فلوس منين، ولا اروح فين، ولا اجيب منين، والعلاج في الصيدليه كتر، مش عارف اعمل اي حاجه. طب ما تقول لاخوك. جيت لاخويا اقول له على 500 جنيه سلف يا حماده، قال لي مش معايا ومش عارف اعمل ايه. طب ما تعيطش بس تتدبر ان شاء الله. وانت بقى يا حماده مش معاك انت 500 جنيه سلف؟ ولا والله هديهم لك بس اكشف على أمي. والله العظيم انا لو معايا من غير ما تقولها كمان. انت عارف انا لسه شغال في الصيدليه اللي انا شغال فيها دي جديد، ولسه ما خدتش منها فلوس. بس اقول لك ان شاء الله باذن الله هتتدبر. قوم بس ما تقعدش القعده دي، انا هدبرهم لك. لا انا هنزل تحت. هتطلع فوق ولا هتنزل؟ لا انا هنزل. طب قوم يابا، حط ايدك على خدك كده يا عم. ماشي يابا. فك كده خليها على الله. ونعم بالله. لا اله الا الله. مين؟ انا يا نور. اخويا تعالى يابا. عامله ايه يا اختي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله والله. ايه يا اخويا، من يوم ما اشتغلت في الصيدليه ومش شفتك خالص ليه كده؟ باجي على ام الصيدله، انا شغال قريب لسه ما مسكتش منها ولا جنيه. عارف انت بتتكلمي في ايه؟ بس اقول لك كفايه ان الدنيا كلها بتقول لي يا دكتور. مش عايز حاجه تاني من الدنيا. ماشي يابا. امال علي فين؟ جوه يابا، هجلب الاكل واجيلكوا. تعالى. طيب يابا ماشي. يا علي. يا نسب. ايه يا علي؟ عاش من شافك يا عم. عامله ايه يا جوز اختي؟ الحمد لله يا حبيبي. الصيدليه اللي خدتك منا دي يا عم كله هيقول لي الصيدليه. بقول لك ايه؟ ايه؟ وانا طالع كمال اخوك قاعد على السلم بيعيط يا عم وحاطط ايده على خده. مالك يا عم؟ قال امي تعبانه والعلاج زاد عليا والكشف زاد عليا. عندها النهارده دكتور المفروض ياخدها واروح للدكتور، وعايز 500 جنيه ومش معاه. ايه ده؟ ايه الحوار؟ انا لو معايا انا هديهم له من غير ما انت تعرف. اعمل ايه بس يا حماده؟ ما بجد حيله، ما انا معيش برضه، واللي معايا يا دوبك على قد مصاريفي ومش متوفر. ربنا يعينه بقى وان شاء الله هيتصرف. انا قلت له اتصرف فيهم وان شاء الله انا ابقى اتصرف له فيهم. هو هيتصرف يعني؟ ربنا خلاص يعينه. المهم هو بس يطمنا عليه. انت عامل ايه واخبارك ايه؟ تمام والله. انت اخبارك ايه؟ والله الحمد لله يا اخويا تمام. تمام 100 100 الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ اقعدي بقى يقولوا دكتور. ما وصلتش دكتور يعني لسه، ده انا عامل في صيدليه. عامل ايه؟ الحمد لله والله. ايه طبعا بقى انت كده شغال في صيدليه رسمي. عايزه ايه؟ اي حاجه عايزاها من الصيدليه تعمل لي عليها تخفيض. عينيا. طيب انا عايزه الحاجات دي بقى من الصيدليه وتعمل لي تخفيض. عايزه الحاجات دي من الصيدليه؟ اه. سانسلك ومعرفش مستحضرات تجميل وكريمات وفوزدين وزيت ومعرفش ايه دي الحاجات اللي بتبيض يا اسطى. حلو حلو. الشامبو حلو للشعر بيظبطه. طب الورقه دي يابا دي تكلفك بتاع 1200. وانت معاك فلوس؟ اه يابا معايا. معاك ايه؟ معايا 1000. معاك 1000 جنيه؟ اه معايا 1000 جنيه.
وانت عارف ان مراتك معاها 1000 جنيه؟ اه مدبجه من مصروف البيت. عارف ان مراتك معاها 1000 جنيه، وعارف ان امك تعبانه بتموت، وعارف ان اخوك نزل عمال يعيط في الشارع بيشوف حد يديله 500 جنيه. ده كله انت عارفه؟ لا بقول لك ايه، قوم انت بقى نام شويه. ربنا يعينك. تعبناك احنا كده. قوم انت بقى نام شويه. كتر خيرك. هتعمل لي تخفيض بقى. اخوك بيلف البلد يشحت وانت عارف ان مراتك معاها 1000 جنيه. نعم. هتعمل لي تخفيض. اكيد هعمل لك تخفيض. ال1000 جنيه موجودين تحت ايدك دلوقتي ولا ايه الحوار؟ اخو جوزك قاعد على السلم بيعيط، عايزه مستحضرات تجميل؟ حاضر، هات ال1000 جنيه. ماشي. هتجيبه ولا مش هتجيبه؟ هجيب. ماشي خلصانه. يا كمشش يا كمشش على جنابك. بقول لك ايه، ال1000 جنيه ده تصرفيه في صدناوي، تصرفيه في الجامعه، نكشف عليكي بيهم عند دكتور وما يلاقيش علاج. هو انت ما بتحسيش؟ هو انت مش عندك دم؟ حماتك تعبانه فوق بتموت، اخو جوزك الصغير نزل وقف لك على الباب وجوزك قال مش معاه. طب جوزك غلبان ربنا بعتها له في دماغه، انت ايه؟ هو انت يا بنت جعانه؟ هو احنا ابونا ربنا على كده؟ هو احنا ابونا ربنا ان احنا لما نخش بيت نولع فيه نار؟ حماتك بتموت ومعاك ال1000 جنيه وعايزه تبعتي تجيبي شامبو وكريم وزيت لشعرك؟ حرام عليك اتقي الله. بقول لك ايه، صحة فيا. هي ما تربتش، هي مش بنت ناس، هي ما كلتش على طبلية ابوها. ده كله انا معاك، بس مسحة فيا. العيب على اخوك يا اسطى مش عليها، مع انها برضه غلطانة، بس العيب على اخوك عشان معاها راجل متوحد. امسحها فيا، بس انت اخوك مش جدع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.